والمستهل بالطبعة الرابعة للقوافل الطبية التطوعية المنظمة من طرف وزارة الصحة بالتنسيق مع الشبكة الجزائرية لشباب المنطقة من ولايتي باتنا وبسكرة. القافلة تهدف بالدرجة الأولى إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. يونس الكحلديب والتفاصيل. من طولقة إلى زريبة الواد مرورا ببسكرة، محطات اختارتها القافلة الطبية التطوعية لتقديم خدمات صحية للمواطنين خاصة بالمناطق النائية. الحمد لله بفضل القافلة الطبية هذه كنا نستناو ديجا، عندنا وقت نستناو. بفضل القافلة هذه إن شاء الله راح يديروا لي العملية إن شاء الله. وما شاء الله يعني من كل نواحي، من تنظيم الحوايج، النظافة، الاستقبال، الرعاية، كلش الحمد لله. كنا مبرمجين في العملية في الحملة هذه واحد ما بين 150 و 200 مريض، وهذوما لي بروغرامي اللي مبرمجين، وزيدنا ثاني درنا فحوصات اللي زيدوا نكبروا العدد الماكسيموم. فحوصات سريعة وعمليات جراحية مستعجلة للكبار وخاصة للأطفال، إضافة إلى دورات تكوينية للأطباء من طرف أخصائيين في عديد الأمراض. هدف هذه القافلة يعني نقوم بالتشخيص ونقوم بعمليات جراحية. الحاصلة إلى حد الآن يعني قمنا ب70 تشخيص و30 جراحة الأطفال، وهذا يونيكمون زريبة الواد وطولقة. وبولاية باتنا اختارت القافلة الولاية المنتدبة بريكة إضافة إلى دائرة تكوت. فهنا المستشفى تاع عمليات جراحية جات بفضل القافلة الطبية اللي جات من الجزائر ومن البريكة، ونشكرهم على المجهودات. الرعاية صحية. لا الحمد لله في رحمة ربي. هذه القافلة التي سوف لا محالة يكون لها أثر إيجابي على هؤلاء السكان القاطنين في المناطق الجبلية والمناطق الريفية. وسبق أن أوفدنا عدة قوافل طبية على مستوى الولاية نتاعنا. قوافل تطوعية تضم فرقا طبية ستجوب 17 ولاية، وهي مبادرة تهدف إلى تقريب الصحة من المواطن.